طب يا جدعان، بالنسبة بقى للناس اللي هي ما بتعرفش تشغل السمات او تشغل اي خط موجود في النسخة عامة، او اي خط بنزله هنا زي الخطوط اللي انت شايفها قدامك دي، او سمات زي مثلا السيم ده او السيم اللي انا لسه منزله ده. القناة دي طبعا انا هسيبها لك في وصف الفيديو، بحيث لو انت حبيت تنضم وتجرب السمات والخطوط اللي انا بنزلهم فيها بصفة مستمرة. يعني المهم انت كل اللي عليك بقى اللي انت هتروح جاي محمل الملف اللي انا هنزله لك. يعني ملف زي ده مثلا بيجي لك، مش بيجي لك بالشكل ده، بيجي لك جنبه علامة تنزيل كده، بتدوس عليها وبتحمله عادي جدا. تضغط جنبه كده وبيقول لك بقى حفظ في التنزيلات. انت لازم تتك على كلمة حفظ في التنزيلات، تمام. وبعد ما بتتك بقى على الكلمة ديت بتبدأ بقى اللي انت تاخد بقى ده. خلاص انت كده يعتبر خلاص نزلت الملف. الطريقة ديت هنطبقها في كل حاجة، يا اما في السمات او في الخطوط. احنا دلوقتي يعتبر نزلنا السيم ده. تيجي بقى هنا على الخط مثلا زي الخط ده، احنا يعتبر برضو عملنا معاه نفس اللي احنا عملناه في الاول، وهننزله برضو عادي جدا. هتروح جاي بقى طالع خالص، تروح جاي بقى داخل على نسخة الام بي. طيب احنا كده فتحنا النسخة هات زي ما انت شايف راكب فيها السيم اللي هو اللي احنا منزلينه في القناة. طب احنا عايزين بقى نغير السيم ده او نعمل اي سيم جديد. بتيجي على اعدادات من هنا دي كده، تفضل بقى دايس عليها، تتك مرة واحدة بس، تيجي على اول واحدة اللي هي الام بي ديت، تروح جاي دايس عليها، تمام. هتطلع بقى لفوق، هتلاقي عندك كلمة السيم وتغيير الالوان، بتدوس عليها. هتقول له لود سيم اللي هو تحميل سيم من عندك انت منزله اصلا وعاوز تحمله. بعد بقى ما بتدوس على الكلمة ديت بيبدأ ان هو يفتح لك كل الملفات اللي عندك في الجهاز. بتشوف بقى ملف الداونلود فين اللي هو ده، تبدأ بقى اللي انت تتك عليه كده وتطلع بقى لفوق وتشوف بقى اسم السيم او اسم الملف اللي هو ده اللي احنا منزلينه. هتدوس عليه وتروح جاي مختاره بقى هنا، يروح جاي متطبق لك على النسخة عادي جدا، وترجع بقى تاني. طب احنا عايزين بقى نعمل الخطوط برضو، هتفتح النسخة عادي جدا وهتروح جاي طالع وجايب الكل سيم لجميع الواجهات، تك عليها كده. وبعد كده تجيب الستايل اللي هي اول واحدة فوق دي، هتتفتح لك الواجهة دي. اول حاجة انت قبل اول حاجة تعملها بتفعل الميزة دي اللي هي الكاستم فونت. هي لما بتبقى مقفولة كده، لو هي مقفولة مش هتعرف تشتغل على اي حاجة تانية. لو جيت دوست على البتاع دي مش هتعرف، لازم انت تفعلها كده وتيجي بقى تدوس هنا، هيديك ميزة اللي انت تجيب الخط بقى من عندك في الجهاز. بتطلع بقى كده فوق وبتدور بقى على الخطوط كده كده انا منزلها تمام، اللي هي الخطوط دي بتدوس عليها وبتروح جاي بقى مختار الخط اللي انت عايزه، بيطبق لك على النسخة عادي جدا. وبس كده، دي كانت الطريقة بتاعت الخطوط وبتاعت السمات.